اليومين دول في تغيرات كتيرة على موضوع ورك بيرميت. هل واحد بتاع ورك بيرميت ممكن يقدر يشتري بيت ولا لا، او يقدر يعمل ريفاينانس ولا لا؟ احنا اليومين دول في تغيرات في القوانين، وناس كتيرة خايفة وبتسأل وبتستفسر وكلام من ده. فالموضوع ببساطة الورك بيرميت معاه حق للشغل ومعاه حق ان هو يدفع ضرائب. فاللي هو بقى جاي عن طريق اللجوء او عن طريق اي حاجة، احنا البنك بيبص لك على اللي انت راجل شغال وبتدفع ضرائب في البلد. هل يقدر ياخد لون بالبيت او يقدر يعمل ريفاينانس؟ ايوه يقدر ياخد لون ويعمل ريفاينانس ويقدر يشتري بيت ويقدر يعمل كل حاجه علشان معاه ورك بيرميت. الورك بيرميت هتلاقيه ان هو صالح ان هو يشتغل. طيب ايه بقى الحته اللي كان عملت لخبطه كبيره؟ قالوا لك برنامج بتاع الاف اتش اي اللي هو 3.5% نو مور، مش هينفع تاخد البرنامج ده، بس البرامج التانية موجودة. لو عجبك الفيديو دوت يا ريت تعمل لايك وشير. لو عاوز ميعاد معايا ونتكلم مع بعض على زوم انا تحت امرك. روح بس gmbrokerage.com واحجز ميعادك معايا، وربنا معاك.